السلام عليكم طلاب وحبايبي في كل حتة في مصر، عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. كلامي بيخص الذكر الحنبلات الكبار، لا الحنبلات الصغيرين بتوع اولى اعدادي. تعالى عند اخر حاجة وقفنا عندها، تعالى نكمل مع بعض اللي وقفنا عنده، ويا رب تكون ذاكرت الحصة الاولى، وتعالى نشوف الحصة التانية بتقول ايه. اما شوف هيبان ذاكرنا ولا لا، هيبان. بص يا قلبي، تعالى النهارده نشوف مع بعض اخر حاجه يا سيدي اتكلمنا عنها، او وقفنا عندها لو نفتكر مع بعض، وهي يا سيدي كالاتي. كانت ان كتله مكونات الذره، عرفنا ان المكونات دون ذريه بنسميها او بنقيسها بحاجه اسمها وحده الكتل الذريه اللي رمزنا لها بحرف اليو. وعرفنا كمان يا سيدي ان كتله البروتون بتساوي النيترون، وعرفنا ان كتله الالكترونات بتكون ضئيله اذا ما قارنت بكتله مكونات الايه؟ النواه، عشان كده بنهمل كتله الالكترونات. ده كله اللي عرفناه الحصه اللي فاتت. طيب تعالى بقى نشوف النهارده هنقول ايه. الراجل يا سيدي النهارده بيقول لك تعالى نشوف الموضوع ببساطه. بيقول كالاتي: حضرتك الرموز الكيميائيه، العناصر عندي يا دكتور يا محترم يا ابن الناس الطيبين، ليها اسماء كتير، بمعنى كل عنصر ليه اسمه. طيب العلماء لما لقوا ان الاسماء بتاعت العناصر هتبقى مجعلصه وكبيره، قال لك احنا نتفق اتفاق ان نعبر عن العناصر برموز يسهل التعبير عنها، خاصه في المعادلات الكيميائيه. يعني الراجل بيقول لك ايه؟ احنا خلاص فهمنا حاجه، ان احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن حضرتك نجيب العناصر ونختار لها رموز عشان نعرف نعبر عنها بطريقه اسهل، ومنها حضرتك ايه اللي يحصل؟ ومنها ان احنا نقدر نقول ان العناصر ديت واحنا بنشتغل في المعادلات الكيميائيه نعرف نسهل على نفسنا الامور، نعرف نتعامل بشكل بسيط. تمام؟ يبقى تاني العلماء قال لك ان احنا هنستخدم لكل عنصر عندنا رمز، الرمز ده هيسهل لنا ان احنا ممكن نعبر عن العناصر بالرموز دي، خاصة في المعادلات الايه؟ الكيميائية. الموضوع هيبقى سهل قوي، حلو جدا. وبناء عليه قالوا لك احنا مش هينفع نألف، فبناء لازم نحط قواعد اختيار وكتابة رموز العناصر. يعني العناصر دي لازم يكون ليها ايه يا دكتور؟ قواعد معينة. الرموز دي مش هنحطها من دماغنا، مش اي حد معدي يلا يا ابو حميد تعالى انت العنصر ده هسميك احمد، وانت العنصر ده هسميك ابراهيم. انت عبيط؟ مفيش الكلام ده. في قواعد هنحط عليها الرموز بتاعتنا، يبقى مش هنسميهم بدماغنا، في قواعد. القاعدة الأولى إن رمز العنصر يمثل الذرة المفردة منه. يعني حضرتك هتحط رمز للعنصر، الرمز ده هوت انت بتمثل ايه؟ ذرة واحدة منه بس. ما تقوليش ان انا بحط له اكتر من ذرة، بحط ذرة واحدة فقط للعنصر برمزه. يعني لما اقول لك رمز العنصر تبقى انت عارف كم ذرة، هي ذرة واحدة. طب جميل. تاني قاعدة إن العناصر اللي بتتفق اسمها باللغة الإنجليزية مع اسمها باللاتيني هنرمز لها بالحرف الأول من أسمائها، ويكتب هذا الحرف حرف إيه؟ كابيتال. يبقى تاني بيقول لك خلي بالك من الحتة دي والنبي، إن أي عنصر هيتفق اسمه باللغة الإنجليزية مع اسمه باللغة اللاتينية، الاتنين شبه بعض، هنعمل إيه يا نجم؟ هنقوم جايين رمزين بالحرف الأول بس من اسمه، وهنكتبه بحرف الايه؟ الكابيتال. تعالى كده نشوف مع بعض زي رمز الكالسيوم اهو. ادي يا باشا رمز الكالسيوم سي اي وسي اي. قال لك خلاص بص، هنا سي كابيتال وايه كابيتال ما تنفعش، احنا لازم اول حرف هو الكابيتال والتاني هو الايه؟ السمول. عشان كده رمزنا بالكالسيوم بايه؟ بالسي اي. طب حلو. طب رمز الفلور قال لك يا بص يا باشا، بحرفين من اسمها هيكتب الاول كابيتال والتاني سمول، ينفع كده؟ قال لي لا يا مستر، هنرمز له بالحرف الكابيتال ما دام لوحده يبقى حرف ايه؟ كابيتال ما دام لوحده، زي اللي هو الفلور اهو. قال لك خد بالك من الحته دي، خد شوف جايه عليا ليه يا دنيا؟ اكمني صغير وحلو ومنمنم ماشي. طيب تعال نشوف الخطوه الثالثه. ادي واحد، ادي اتنين، يلا نشوف تلاتة. قال لك العناصر التي لا يتفق اسمها باللغة الإنجليزية مع اسمها باللاتيني يرمز لها حسب حروف اسمها باللغة الايه؟ اللاتينية. الله يرضى عليك، خد بالك احنا بنرمز للعنصر برمزه من اسمه اللاتيني وليس الإنجليزي، مع مراعاة نفس الشروط السابقة، مع مراعاة انك لازم تاخد بالك ان اول حرف لازم يكون كابيتال. طيب وليكن تعال نشوف اهو اسم العنصر
باللغه العربيه. بص كده اهو، كربون باللاتيني اهوت، الانجليزي اهوت. لو خدت بالك هتلاقي باللاتيني مشترك في السي وبالانجليزي مشترك في السي، عشان كده اختار له حرف الايه؟ السي. طب تعالى النيتروجين، ادي باللاتيني اول حرف ان، بالانجليزي اول حرف ان، عشان كده الرمز ان كابيتال. ادي الكلور، قال لك بص بقى، لما جينا بصينا على الكلور باللاتيني وبالانجليزي لقينا ان اول حرف وتاني حرف شبه بعض، سي اتش سي اتش. قال لك طيب وتاني حرف تالت حرف ال وال. قال لك طب بص، انا جات لي فكره، هناخد السي والال، الحرف الاول مع الحرف الثالث وبقى اسمه سي ال. لقوا لما جم بصوا للكروم قال لك سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش. ايه ده يا مستر؟ دول متشابهين مع بعض برضه. عشان كده قال لك خلاص ناخد الاول والثالث والاول والثالث، فبقى ده اسمه ايه؟ سي ال، ده بقى اسمه ايه؟ سي ار. يبقى تاني، هم ليه خدوا هنا الحرف الاول مع الحرف الثالث؟ لان لقوا الكلور والكروم مشتركين هما الاثنين في اول حرفين، سي اتش سي اتش سي اتش سي اتش. طب الحل ايه يا معلم؟ قال لك الحل بس هو ده، ان احنا هناخد اول حرف وثالث حرف فبقى ده اسمه سي ال، وده اول حرف وثالث حرف فبقى ده اسمه سي ار. صعبه؟ يبقى تاني ليه الحته دي؟ ليه ما خدوش اول حرفين شبه بعض؟ لانهم لقوهم متشابهين فخدوا الاول والثالث، الاول والثالث. حلو قوي. تعال نشوف هنا مثلا، ادي الصوديوم، بص كده باللاتيني اوله ان ايه، بالانجليزي اس او. رحنا قلنا رمزه اس او؟ طبعا غلط يا مستر، احنا بناخد رمز العنصر من اسمه باللاتيني فقلنا ان ايه. طب البوتاسيوم ادي باللاتيني وادي بالانجليزي، اوله كي باللاتيني اوله بي بالانجليزي. ماليش دعوه بالبي يا مستر، انا باخد باللاتيني فبقى اسمه كي. طب النحاس ادي اوله باللاتيني سي يو بالانجليزي سي او، فطبعا يا مستر قلنا ايه؟ سي يو. مستر هو انت ليه هنا خدت حرفين؟ ما احنا قلنا بقى لو لقينا ان احنا رامزين لعنصر بحرفين يبقى اكيد في عنصر واخد الحرف الاول، عشان كده لما جبنا نجيب العنصر ده خدنا له الحرف الثاني عشان الاثنين ما يبقوش متشابهين مع بعض. يبقى لما تلاقي العنصر بنرمز له بحرفين، واحد كابيتال وواحد سمول، نتاكد ان في عنصر ثاني واخد اول حرف، عشان كده اضطرينا ناخد حرفين نميزهم ما بينهم وما بين بعض. الحديد لقيته اف اي، وهنا الاي يبقى طبعا بالاف اي لانه بالايه؟ باللاتيني. وادي الراجل بيقول لك ايه؟ لسه في امل، صدقني لسه في امل، بس عايز ايه؟ حضرتك تتعب وتجتهد وتعمل اللي عليك. في مشكله في الجزئيه ديت؟ بيتهيألي مفيش ادنى مشكله. ادي يا سيدي امثله لرموز العناصر، بعض اللي هي العناصر الشهيره يعني. قال لك بص، عندك الهيدروجين بنرمز له بالرمز اتش، الهيليوم بالرمز اتش اي. بص بقى، الهيدروجين اتش، جينا بالهيليوم لو كنا قلنا اتش هنميز بين الهيدروجين والهيليوم ازاي يا معلم؟ مش هنعرف، عشان كده خدنا الحرف الثاني للهيليوم. طب الزئبق اتش جي، الاكسجين او، النحاس سي يو، الفلور اف، الحديد اف اي، الفوسفور بي، الرصاص بي بي. ايه ده ايه ده؟ يا مستر بي كابيتال بي سمول. يبقى تاني اهو، الرصاص بي بي، بي كابيتال بي سمول. ايه الرصاص افتكرها ايه توصلت لك؟ حلو. الكروم سي ار، الكبريت اس، السيليكون اس اي. اهو يا مستر الكبريت اس والسيليكون اس اولهم اس، عشان كده نميز السيليكون باس اي، البوتاسيوم ال، المغنيسيوم ام جي، الارجون اي ار، الليثيوم ال اي، الخرسين او الزنك زد ان، النيتروجين ان، النيون ان اي، الالومنيوم اي ال، الصوديوم ان اي، البرون بي، البريليوم بي اي، البروم بي ار، الذهب اي يو، اليود اي، الكربون سي، الكالسيوم سي اي، الكلور سي ال، الفضه اي جي. دي مجموعه من العناصر حضرتك حفظ حفظ، والله 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 لو ما حفظتهم لا هتعرف حضرتك في تانية اعدادي تتكلم في حاجه عن الكيمياء، ولا في ثالثه ولا في اولى ثانوي ولا في ثانيه ولا في معاك للسنين قدام بلح طول ما انت مش حافظ العناصر دي. صعبه؟ يبقى لازم تحفظها وتقول لي كده ايه الدنيا فيها. طيب تعالى مع بعض نشوف تطبيق حياتي. بص يا سيدي، قال لك عندك الاسمده بتاعتك هي عباره عن مركبات كيميائيه تستخدم في تحسين الانتاج الزراعي. اهو حضرتك عندك حاجه اسمها سماد زراعي، لما بنكون عندنا زرع بنزرعه في الاراضي الزراعيه، الزرع ده بنحط له حاجه اسمها سماد زراعي،
والسمات ده يا محترم لازم تكون عارف ان هي بتبقى ماده، الماده دي بتعمل على تحسين الانتاج، يعني بتحطها عشان المنتج بتاعك يطلع كويس قوي. فبيقول لك من اهم انواع الاسمده سماد اسمه NPK، هو ده، دي صورته NPK. ده يا سيدي بيتركب من 3 مركبات، اول مركب النيتروجين، تاني مركب الفوسفور، تالت مركب البوتاسيوم. اهو كل مركب من دول ليه فايده طبعا في النبات، وليكن البي اللي هو البوتاسيوم لازم للنمو الصحي للنبات، يعني البوتاسيوم محطوط في المنتج ده اهو NPK. البي ده موجود ليه؟ لانه حضرتك عشان النمو الصحي للنبات. طب الكي محطوط ليه؟ اللي هو الفوسفور. قال لي يا مستر سوري في غلطه صغيره خالص لازم نكون واخدين بالنا منها، ان الكي ده عنصر البوتاسيوم والبي ده عنصر الفوسفور. دي غلطه معلش مننا مطبعيه. يبقى هنحط هنا البوتاسيوم ده رمزه كي، الفوسفور رمزه بي، والنيتروجين رمزه ان. حلو قوي. يبقى احنا قلنا الكي اللي هو البوتاسيوم عشان نمو صحي للنبات، البي اللي هو الفوسفور عشان تقويه جذور النبات، النبات عشان يطلع جذره قوي يا عاش بطل كده فاهم، لازم يكون جذره قوي، فلازم استخدم له عنصر شبه الفوسفور. والنيتروجين الان لازم للايه؟ للاخضرار اوراق النبات، ما بقاش انا زارع زرعه تطلع لي يا مستر الخضار بتاعها بسيط، لا لا انا عايزه تكون قويه في الخضران، يبقى لازم احط لها ايه؟ نيتروجين. قال لك خد بالك ملاحظه، الاستخدام المفرط للاسمده ضار بالنبات. هنا بقى اقرب مثال لما بيقول لك الحاجه لما بتزيد عن حدها بتقلب ضدها، فبيقول لك ما تستخدمش الحاجات دي على الفاضي وعلى المليان، لانها بتبقى ايه؟ ضاره بالنبات والتربه وصحه الانسان والحيوانات والبيئه بشكل عام. من الاخر يعني كتر الاسمده هيأثر على النبات وعلى صحه الانسان وعلى التربه و والاستخدام المفرط للأسمدة ضار بالنبات والتربة وصحة الإنسان والحيوانات والبيئة بشكل عام، ده اللي احنا لسه قايلينه. طيب خلينا نشوف اللي بعده. وبناء عليه الراجل قال لك تعالى اتكلم معاك عن موضوع جديد وموضوع مهم وشيق للغاية، وهو مستويات الطاقة. خلينا نغير اللون عشان نبقى عارفين بنقول ايه. مستويات الطاقة، ركز بقى معايا يا دكتور يا محترم. قال لك بص، انت عارف من الحصه اللي فاتت ان في حاجه اسمها الالكترونات، والالكترونات ده هي قال لك بتدور، طبعا عارفين بتدور فين؟ حول ادي يا مستر الذره بتاعتي والالكترونات بتدور حولها. يبقى انت بتبص معايا قال لك تدور الالكترونات كل على حسب ايه؟ طاقته، كلا على حسب ايه؟ طاقته. حول مين؟ النواه زي ما لسه قايلين. يبقى الالكترونات بتدور كلا على حسب طاقته حول مين؟ النواه. في كم مستوى يا عم؟ في 7 مستويات رئيسيه للطاقه. يبقى الالكترون بيدور حواليك بيدور حوالين مين؟ النواه. في كام؟ في 7 مستويات رئيسيه، في 7 مستويات رئيسيه يرمز لرقمها بالرمز N، والجدول المقابل يوضح رموز اول 4 مستويات. بص يا سيدي، اول 4 مستويات اهمت معانا اللي هم رقم المستوى. قال لي الاول برمز له بالرمز K، والرمز والمستوى الثاني برمز له بالرمز L، والمستوى الثالث بالرمز M، والمستوى الرابع بالرمز N. فبالتالي عندي 4 مستويات، اول ثاني ثالث رابع K L M N. هم ال7 على بعض كام؟ قال لي يا مستر هم K L M N O B Q. كده بوصل بال7 مستويات. انا عايز اهم حاجه عندي اول 4 مستويات، سيبك من ال3 الاخر دلوقتي. نكمل. ويتكون كل مستوى طاقه رئيسي من عدد من مستويات الطاقه الفرعيه تدور فيها الالكترونات باشكال مختلفه. حته الطاقه الفرعيه دي تركز لانك بتاخدها دايما فين؟ في ثانوي، حته مهمه جدا جدا، هتعرف ازاي بتوزع عليها. طب جميل. وكل مستوى طاقه من المستويات الاربعه الاولى يتشبع بعدد محدد من الالكترونات. يعني كل مستوى من الاربعه اللي احنا لسه قايلينهم اللي هم ادي الكي ادي ال ادي الام ادي الايه؟ الان، كل واحد منهم بيتشبع بمستوى عدد من الالكترونات. طب بجيب الالكترونات دي من دماغي؟ يعني بقول لكل واحد خد تعالى انت هتاخد كذا وانت هتاخد كذا؟ قال لك لا، بجيبها من خلال علاقه بتقول 2 نون تربيع. 2 نون ايه؟ تربيع. 2 نون ايه؟ تربيع. قال لك حيث الان يمثل رقم مستوى الطاقه الرئيسي.
اللي هي النون، يعني 2 نون دي اللي هي بتمثل لك رقم المستوى، وليكن المستوى الاول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، المستوى الرابع، فبكتب رقم المستوى. حلو قوي. زي مثلا اهو، تعال نشوف مع بعض. مستوى الطاقه كي اللي هو الاول، المستوى ده رقم 1، فبناء عليه عملنا ايه؟ قلنا والله بالعلاقه 2 نون تربيع، يبقى هتقول لي 2 في 1 كام؟ تربيع. هتطلع لك بكام يا معلم؟ ب 2 الكترون. 2 ايه؟ الكترون. طب بص كده، 2 في 2 تربيع تطلع لك بكام يا معلم؟ 2 في 4 يعني 8 الكترونات. طب 2 في 3 تربيع يعني 2 في كام يا معلم؟ في 9 تطلع لك ب 18 الكترون. طب 2 في 4 تربيع تطلع لك 2 في 16 بكام؟ ب 32 الكترون. يبقى لو تلاحظ ان انا ضربت رقم المستوى في 2 اللي هي العلاقه 2 نون تربيع اهي، 2 نون تربيع. النون ده هيبقى عوض عنها برقم المستوى، وليكن المستوى الاول، فهقول 2 في 1 اهو، اقفل على الآلة الحاسبة تطلع لك ب2. طب بدل الواحد خليت المستوى ال فبقى 2 في 2 تربيع. طب بدل الثلاثة خليتها 3، الرابع 4، بيطلع لك في الآخر النسبة دي 2 8 18 32. طيب في مشكلة في الكلام؟ حلو قوي. خلاص هانت وفاضل تكة. ملحوظة: طاقة الإلكترون تزداد كلما ابتعد مستوى الطاقة الذي يدور فيه عن النواة. يعني بيقول لك ان طاقه الالكترون بتزيد كل ما بدا يبعد عن النواه. لو تاخد بالك مثلا الاول خد 2 لانه قريب من النواه، طيب الثاني خد كام؟ 8 بدا يبعد، الثالث خد كام؟ 18 بدا يبعد اكتر، الرابع 32 بدا يبعد اكتر. كل ما تبعد كل ما مستويات الطاقه بتاعتك مالها بتاخد عدد الكترونات اكبر. بس لازم تكون عارف ان الفرق بين كل مستوى طاقه والمستوى اللي يليه يقل بالابتعاد عن النواة. فالفرق في الطاقة بين المستوى K بيقول لك غير ال L غير ال M غير ال N. طيب يعني لو خدت بالك ان مستوى ال K 2، ال L 8، ال M 18، ال N 32، كل ما بنبعد كل ما كانت طاقة المستوى بتزيد معاك وبياخد عدد اكتر من الالكترونات. وادي الرسالة جاية لك بتقول لك ايه؟ ما نستهبلش. اهو لو تاخد بالك الراجل بيقول لك اهو طاقة بعض المستويات التي تدور في الالكترونات حول النواة. اهو يا سيدي بص، كل شوية كل ما يبعد كل ما تلاقي طاقة المستوى مالها بتزيد. اهو تزداد طاقة المستوى كلما ابتعد عن مين يا عم؟ عن النواة، كلما ابتعد عن النواة. طيب اللي بعده قواعد توزيع الالكترونات في مستويات الطاقة. طيب قبل ما اقول لك قواعد توزيع الالكترونات في مستويات الطاقة، خليني اقف مع حضرتك للجزئية ديت واقول لك انا هقف معاك لحد الحتة دي. لازم تكون حافظ العناصر كويس، لازم تكون حضرتك عارف انت بتقول ايه في خلال الحبة اللي فاتوا دول. ان شاء الله ان شاء الله الحصة اللي جاية هخلص لك الدرس الاول ونبتدي مع بعض في الدرس الثاني. شد حيلك واحدة واحدة معايا، لسه الدنيا ماشية معانا يعني مش هنطير من بعض، بس ذاكر معايا وتابع اول باول. رجاء رجاء رجاء. اشوفك على خير ان شاء الله. سلام.